الماتش اللي انا قلته ده الساعه 4 والسعوديه امام عمان الساعه 7:30. ماتش مهم جدا 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 في الافتتاح، والمنتخب السعودي طبعا من المرشحين اكيد اكيد بقوه طبعا للبطوله. طيب بسرعه، النهارده كان في ذا بيست، الافضل في العالم. انا هقوله بسرعه جدا بعد اذنكم، بس عندي نكته والله العظيم هقولها بالنسبه لفيتوريا، نكته. بس خلينا الاول بسرعه نقول ذا بيست. يلا، افضل مدرب، لا نقول الاول، معلش نقول الاول ميسي افضل لاعب في العالم لجائزه ذا بيست، اخذها ليونيل ميسي. تشكيل الافضل في العالم لجائزه ذا بيست في غياب محمد صلاح مع الاسف يعني، كورتوا ريال مدريد حارس مرمى، كايل ووكر مانشستر سيتي، جون ستونز مانشستر سيتي، روبن دياش مانشستر سيتي، وبعدين بيلينجهام طبعا اللعيب الجامد قوي اللي طالع مع ريال مدريد ده، حاجه جامده قوي قوي قوي. برناردو سيلفا مانشستر سيتي، كيفن دي بروين مانشستر سيتي. واضح ان مانشستر مسيطره يعني. وبعدين ايرلينج هالاند مانشستر سيتي، كيليان بابي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي انتر ميامي، وفينيسيوس جونيور ريال مدريد. نروح ل بيب جوارديولا افضل مدرب في العالم، وادرسون حارس مانشستر سيتي اخذ جائزه ذا بيست كافضل حارس في العالم لعام 2023. النكته، تعالوا لي بقى على النكته. اختيارات محمد صلاح، انا جايب لكم اختيارات محمد صلاح واختيارات مين؟ فيتوري. محمد صلاح، شوف جمال محمد صلاح، قال لك افضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، واللي بعده كيفن دي بروين اللي هو المنافس بتاعه، والثالث ايرلينج هالاند المنافس بتاعه. شوف الجمال بتاع صلاح. يبقى ليونيل ميسي ده اللي يهمنا افضل لاعب. طب فيتوريا اخذ مين افضل لاعب؟ قول يا شوقي. ابن بلده ابن بلده بالظبط، برناردو سيلفا. يعني اساسا صلاح ما دخلش برناردو سيلفا في الثلاثه، فده حط برناردو سيلفا افضل لاعب. يا راجل ده الماتش اللي فات طلعه في نص الشوط الثاني، وليونيل ميسي نمره 2 وكيليان بابي نمره 3. ما اعرفش هل بقى يعني الافكار كده ولا ايه، مانيش عارف والله. الله اعلم. ابن بلده يا كابتن، ابن بلده برضه. هي فيها دي؟ فيها اكيد برضه عندي. ده راجل محسوب عليه يا جماعه ده. طيب هو جبر بخاطر برناردو سيلفا. احنا عندنا لعبه اسمها جبر الخواطر او طحن الخواطر. هو المفروض جبر الخواطر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هي الموضوع لا نكته ولا حاجه. كابتن مدحت شلبي هو راجل اختار ابن بلده، وده امر طبيعي عادي يعني. برناردو سيلفا لعيب كويس ولاعيب كبير جدا، بس طبعا مش هيتقارن لا بليونيل ميسي ولا بكيفن دي بروين ولا بمحمد صلاح، ولكن دي اختيارات المدير الفني وهو حر. فايه النكته في كده؟ انا مش شايف، انا ما ضحكتش بصراحه. انتوا لو حد فيكم ضحك ولا حاجه من مدحت شلبي يقول لنا ايه النكته في دي عشان انا ما فهمتهاش. راجل اختار ابن بلده. احنا عندنا لما حد بيختار حد تاني غير محمد صلاح، او حد من الدول العربيه حتى بيختار غير محمد صلاح في منافسه مع اي لعيب تاني، بتعملوا دوشه جامده وبتعملوا حكايه وده خاين وده ما عندوش انتماء، كل الهجس ده كله. مع ان دي كوره، الكوره تحتمل كل حاجه، تحتمل اختار ابن بلد، يختار ابن بلد تانية، لان في الاخر وفي الاول كره القدم لا بتقدم ولا بتاخر. مع احترامنا الجميع، كلنا بنعشق كره القدم كنوع من انواع التسليه، اوكي، بس ما تكونش فوق عقولنا، ما نغيش قدراتنا على التمييز بين الصح والغلط ونخلي حياتنا كلها كورة. لا، كرة القدم ليها دور ودور مهم، بس في إطارها اللي هي كرة قدم لا تتعدى ذلك، لا بترفع شعوب ولا بتنزل شعوب، ولا أنا حققت كأس العالم هتبقى أنت أقوى دولة في العالم، ولو خسرت كأس العالم مش تبقى أضعف دولة في العالم. هي نوع من أنواع السعادة الوقتية، التسلية. كرة القدم في رأيي لا تتعدى هذا الأمر. ليها عشاق، ليها موردين، ليها محبين، كل ده كلنا بنحترم دوت، واكل عيش ناس كتيرة من ورا كرة القدم كصناعة، لكن كصناعة تقدم دول أو تأخر دول ما بيحصلش ومش هيحصل. كرة القدم لا تتعدى كونها كرة قدم. المنتفعين الأساسيين منها هم القائمين على صناعتها، سواء اللعيبة أو المديرين الفنيين أو الأندية الكبيرة اللي بتعرف تستثمر كاستثمار رياضي صحيح، زيها زي أي شركة. لكن لا هترفع دولة ولا هتخفض دولة يا كابتن مدحت شلبي.
كنت علي اصيل، كنت من الشركه المصريه. دي لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.